هو ايه اللي يخلي الطبه تفوت منك بالمنظر ده او بالمنظر ده في خطوات بسيطه جدا سواء انت موتوسيكل او عربيه؟ بص يا صديقي، معانا اول سبب هو انك تحل طبه الزيت والموتور عندك سخن بدرجه قصوى، بمعنى المعادن بتمتد بالحراره، فطول ما الموتور سخن وبالاخص لو كارتير المونيا سواء انت موتوسيكل او عربيه فالمعدن ممتد، فانت لما بتحل الطبه بتاكل في السن بتاع الموتور. تاني سبب يا صديقي، وانت بتغير زيت سواء مع فني ميكانيكي او فني زيوت بيلف لك خيط على الطبه، الخيط على الطبه بيبقى حامي جدا على السن، فمره مع مره مع مره بياكل في سن الكارتير وكمان بيهرب جوه على مصفة الزيت وبيعمل عليها انسدادات. ثالث سبب والاخير يا صديقي، غشم الفني. يعني ايه غشم الفني؟ يعني هو بيشبط الطبه، لو ما شبطتش يبقى اكيد في حاجه غلط، ممكن يكون في رايش على الطبه، ممكن يكون في رمل على الطبه، ممكن يكون هو مشبط الطبه غلط، فلو فضلت كده وهو كمل معاها هيفوت سن الكارتير او هيفوت سن الطبه، في الحالتين انت الخسران. بس كده يا صديقي، انا عايزك تباشر شغلك بنفسك وتعرف الفني بيعمل معاك ايه، ما تخليش حد يحط لك دبار على الطبه، ما تخليش حد يشبط لك الطبه على العاصي. وكالعاده انا احمد السويسي، كل يوم فيديو جديد عن عرض جديد ومعلومه جديده، فعشان يوصل لك كل جديد اعمل لنا متابعه. سلام.